دقائق فلسطينية في زمن المقتلة الكبرى والعدوان الكبير. صواريخ أو أكبر شركة تصنيع صواريخ أوروبية متورطة في قتل أطفال غزة. هذه البيانات الأوروبية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وعن ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل. تحقيق صحافي كشف عن تورط شركة تصنيع صواريخ أوروبية في حرب الإبادة على غزة وبيعها مكونات قنابل يستعملها جيش الاحتلال في قتل أطفال غزة. The Guardian قالت أن شركة MBDA أكبر شركة تصنيع للصواريخ في أوروبا متورطة في قتل أطفال غزة، ولذلك قلنا أن الحرب والعدوان والإبادة التي تجري على قطاع غزة يتورط فيها العالم كله. هذه حرب عالمية ضد القطاع ومقاومته وضد مجموعة من الناس الرافضين لهيمنة وسيطرة إسرائيل ورافضين لبيع وطنهم باختصار شديد. والعالم كله المسيطر عليه من اللوبي الإسرائيلي يستعمل كل أسلحة العالم، أوروبا وأمريكا والقارات كلها في دعم هذا الكيان. هذه فضيحة كبرى، لكن لم تعد الفضائح تؤثر في الأوروبيين. شحنات بآلاف الصواريخ والقنابل إلى إسرائيل، ولذلك عندما نتذكر لماذا بدأ الأوروبيون يتحدثون عن ضرورة وقف الحرب وأنهم غير راضين عن حرب الإبادة، لأنه هناك تحقيقات وتقارير ستكشف لاحقا مثل هذا التقرير تورط الأوروبيين بشكل مباشر في هذه المذبحة، وبالتالي يحاولون أخذ مسافة بينه وبين إسرائيل حتى يدافعوا عن أنفسهم إذا ما حصل، يعني حتى لو بنسبة 1% أو 2% حصلت تحقيقات دولية. تحقيق أجرته The Guardian بالتعاون مع غرفتي الأخبار المستقليتين أو غرفتي أخبار مستقلتان أخريتان، وكشفوا عن تزايد تواطؤ الشركات الأوروبية في المقتلة والمحرقة والمذبحة الكبرى في قطاع غزة. طبعا إسرائيل لماذا لا تلقي بال لتهديدات الأوروبيين وتتجاهلهم وتحتقرهم؟ لأنهم متورطون معها، ولأنه كما قال المستشار الألماني إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا. هي تقتل في غزة وفي دمشق وفي لبنان نيابة عن هذا العالم الغربي المتواطئ مع إسرائيل. إسرائيل هي ذراع للاحتلال، ذراع للاستعمار الغربي. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه بالأمس عندما قصفت دمشق يجب على كل دولة عربية وكل مواطني هذه المنطقة أن يجيبوا على سؤال واحد: كيف يمكن مواجهة هذا السلاح اللعين، سلاح الجو الإسرائيلي؟ لماذا الدول العربية لا تبحث عن طريقة لتطوير أو شراء أسلحة جوية، يعني طائرات ومضادات أرضية؟ لأنه دون ذلك فهذه الضربات من المحتمل أن تقع كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حسب مزاج إسرائيل. إسرائيل تحاول نزع سلاح كل الدول العربية وفي المنطقة سواء صديقة أو غير الصديقة، لأنها في حالة جنون وتخشى من أي أحد أن يهاجمها. وبالتالي هذه المحرقة في دمشق، رغم أنه الحكومة السورية لم تقوم بأي عمل ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن إسرائيل هاجمت دمشق والناس في دوامها والشوارع ممتلئة بالناس، وقصفت في دمشق وفي المعظمية وفي كل المناطق السورية. هذا يقول لنا بأن إسرائيل لا تفرق بين مسلم ومسيحي. اليوم في غزة قصفت كنيسة. لا تفرق بين سني وشيعي، لا تفرق بين درزي وعربي، لا تفرق بين كردي وعربي. إسرائيل تريد أن تقتل كل من هم في المنطقة أو أن تخضعهم وتحولهم لعبيد. هذه الخلاصة والحقيقة التي ينبغي أن ننتبه لها. وفي إطار ذلك فالتعويل على أن أوروبا أو أن أمريكا سيتغير فيها الموقف، هذا تعويل طويل المدى. الشعوب الأوروبية، شعوب المواطنين أو الرأي العام الأمريكي والرأي العام الغربي يتغير، لكن هذا سيأخذ وقت. لكن الحكومات الغربية والأمريكية متواطئة مع إسرائيل في هذه المقتلة. هذه حرب على المشرق العربي كله، هذه حرب على العرب والمسلمين، هذه حرب على كل سكان هذه المنطقة الأصليين. الإجابة على سؤال كيف تواجه إسرائيل بالإيمان بأن كلنا في مركب واحد، بأننا كلنا عرب ومسلمون مستهدفون، بأن هذه المنطقة من العالم هي منطقة أطماع غربية، أطماع أمريكية، أطماع استعمارية، وأن إسرائيل وكيل لهذا. ومن يتحدث عن أنه الدين ليس له علاقة، لا، إسرائيل تتحرك الآن وفق رؤية مزيج من الاستعمار والسادية، وأيضا رؤية دينية.
بن كفير وسموتريتش وكل هؤلاء يتحدثون عن نصوص ويعني ونصوص توراتية ونصوص دينية وأفكار إيديولوجية يشاطرهم فيها قطاع عريض من الإدارة الأمريكية ومن المسيحيين الإنجيليين الذين انحرفوا عن المسيحية الحقيقية واتبعوا الإسرائيليين، والذين يؤمنون بضرورة عودة الإسرائيليين إلى فلسطين المحتلة من أجل نزول المسيح. والسفير الأمريكي في إسرائيل واحد منهم. بالتالي هي حرب متعددة، حرب استعمار وحرب دينية وحرب على الأكثرية من سكان هذه المنطقة العربية. ومن لم يفهم الصراع في هذا السياق فإنه لن يستطيع أن يفكك هذا الصراع ولن ينجح ولن يستطيع أن يفهم الذي يجري. ومن يظن أحمد الشرع ولا غيره أنهم سينجون في خطاب المهادنة، إسرائيل أثبتت ما كنا نقول بأنه كل المنطقة تحت النيران الإسرائيلية وتحت المدافع الإسرائيلية، وأهم شيء تحت سطوة هذا الطيران اللعين الذي تزود أمريكا إسرائيل به. فأنت سواء كنت مقاوم ولا مهادن كيوت ومودرن وعامل نفسك أنه أنت ملكاش علاقة بالمواجهة مع إسرائيل، إسرائيل لن ترحم أحدا، ويجب على الجميع في هذه المنطقة أن يفكر بهذه الطريقة.